الحصول على إقامة العمل من خلال التقديم على خطة الإعادة الطوعية للعائلة إلى سوريا. مؤخراً تم تداول أخبار تفيد بأن السلطات القبرصية أعلنت إلغاء برنامج العودة الطوعية الجديد، وأنه تم إلغاء منح الزوج إقامة العمل وتوقف صرف المنحة المالية للعائدين طوعياً. نود التنويه إلى أن هذه الأخبار غير مؤكدة، ولم تصدر أي إعلانات رسمية من الجهات الحكومية القبرصية بخصوصها حتى الآن، وبرنامج العودة الطوعية مستمر حتى نهاية الشهر الثامن. لذا من المهم الاعتماد على المصادر الرسمية فقط للحصول على معلومات دقيقة وموثوقة، وتجنب تداول الأخبار التي لم يتم التحقق منها. إذا كان لديكم أي استفسار، الرجاء التواصل مع دائرة الهجرة